طبيعة الحال طبعا كثرة تلك الحوادث خاصة هذا العام متعددة، لكن بحكي تحديدا عن حوادث السير اللي راح ضحيتها أكثر من 140 مواطن منذ بداية العام، وهذه والله أرقام يدنا لها الجبين. أبنائنا أحبتنا تركوا وراهم من أطفال وتركوا وراهم من أمهات وزوجات، لكن بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بكل الأحوال الأخذ بالأسباب ضروري، والكيس من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه بكل تأكيد. وبهذه المناسبة بدنا نحيي كل الجهود الخيرة لكل من يعمل في الميدان من أشغال عامة ومواصلات وبلديات واتصالات وغيرها من الجهات، وعلى الأخص زملائنا وإخوتنا وأحبتنا في الدفاع المدني اللي أكيد مسؤولياتهم في هذا الجو وفي هذا الموسم بكل تأكيد تزداد، وبالتالي مطلوب من المواطن يتعاون معهم بكل الأحوال، ونتجنب دائما يا أخوة الاصطفاف أسفل الأعمدة تماما، أو باب المدني وأفراد الدفاع المدني يعيق إنقاذ حياة الناس بكل تأكيد. فأيضا أنت جزء من الأمن في البلد، أنت كمواطن باتباعك لإجراءاتك ووعيك ونباهتك، وأنك ما تكون أناني مع احترامي الشديد ولا أستثني نفسي، أنك تتصرف صح حتى وقت الطوارئ نعرف نتصرف صح. خلينا لو وياكم نمر هيك مرة سريعة على الزملاء في الدفاع المدني، ومعنا الرائد نائل العزة، بقول له مساء الخير وكل عام وانتم بخير. الله يسعد علمك يا أستاذ. إن شاء الله يكون موسم خير ومبارك علينا جميعا. إن شاء الله على كل من بتمنى الخير. من يومين أطلت علينا على سبيل المثال وزارة النقل والمواصلات، وفي بعض الأحيان وزارة الأشغال طبعا تحذر وتنبه وتوصي بموضوع الصيانة الشتوية للمركبات وخلافها. اليوم النظرة التلسكوبية مع الدفاع المدني هي أوسع من قضية فقط مركبة، بنحكي عن منازل وبنحكي عن ممتلكات وبنحكي عن مصانع وبنحكي عن استخدام للعديد من المرافق اللي يوميا هي مرتبطة أو لها علاقة بالدفاع المدني بصورة أو بأخرى. مع بداية كل عام إيش أبلغ الأمور اللي ممكن نوصلها للمواطن باحتياطاته؟ وإحنا الحمد لله بكل الأحوال بهالوطن زي الشرق الأوسط يعني بصورة عامة، الشتاء عنا دمه خفيف والصيف عنا دمه خفيف كما يقال، لكن هذا ما بيمنع أنه يصير حادث هنا أو هناك، يصير تعطيل هنا أو هناك. أبرز الملاحظات اللي لازم نوصلها للمواطن اليوم الرائد نائل العزة لو سمحت. يعني أول شيء شكرا على هذا التواصل، وحقيقة بيعكس اهتمام كل وسائل الإعلام في قضايا حيوية بتهم حياة الناس وبتهم ممتلكاتهم. طبعا الدفاع المدني دائما بنأكد على أنه الاستعدادات تنطلق من المخاطر اللي بيواجهها أبناء المجتمع الفلسطيني. في فصل الشتاء يعني أكثر المخاطر اللي بنواجهها حوادث السير اللي تنتج عن انزلاق المركبات والسرعة الخاطئة، وبتكون نتائجها دائما إصابات أو وفيات أو أضرار بالممتلكات. المخاطر الثانية تتعلق بالحرائق اللي بتمس الأطفال نتيجة العبث ومسببات الحرائق، نتيجة العبث في الكهرباء، نتيجة استخدام الأدوية، تخزين الأدوية، كلها مسائل بتمس حياة الأطفال. وإحنا في إحصائية في العام الماضي توفى 13 وفاة، 8 منهم أطفال. هذا بيستدعي إنه كل شخص يكون مسؤول كما قدمت في الطلعة، بإنه يكون جزء من هاي المسؤولية المجتمعية الشاملة اللي بيحاول ينتبه لكل المخاطر ويحاول يكون شريك في تخطيطها، وعدم إلقاء المسؤولية على جهة حكومية مباشرة في حالة الإخفاق في الاستجابة لمختلف أنواع الحوادث. هذا اللي احنا نتحدث عنه. طبعا الدفاع المدني بنأكد على أنه هناك خطط بتعالج الفجوات اللي احنا واجهناها في السنوات الماضية. يعني على سبيل المثال في العام 2013 كان في إغلاق للطرق، كان في انقطاع متكرر لشبكة الكهرباء، كان في ضعف في البنية التحتية. بالعام 2014 كان في شراكة مع الدفع الرباعي، كان في شراكة مع شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال المتكررة، كان في إدخال لمجموعة من المعدات. هاي الخبرة تراكمت في 2015. بال 2016 استعد الدفاع المدني بشكل إضافي أو بشكل أكبر شوية بإدخال تقريبا سيعمل يعني هذا العام 19 كاسحة ثلوج، إضافة لمجموعة من البواجر ومجموعة من نعقد تواصل مع شركات المقاولات، وأيضا الشراكة مع الدفع الرباعي.
كل هذا الأستاذ طلعت بنأكد على إنه تطوير نظام الاستجابة. تبقى عندنا ضعف في الوعي المجتمعي وعندنا ضعف في البنية التحتية، فهذه بدها يعني مدة زمنية أطول، بدها خطط تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية من خلال البلديات ومتخذي القرارات. يعني هذه بشكل عام الاستعدادات اللي بنحاول نوصلها مع شركائنا في وسائل الإعلام المختلفة. نعم، مؤكد الرائد نائل العزي، عندكم إحصائيات أو دراسات بتشير في كل عام مع بداية موسم الشتاء إيش أبرز الحوادث اللي كانت تصير والسلبيات اللي عانينا منها بتلك الحوادث المرتبطة في المواطن نفسه؟ يعني حسب الإحصائيات في العام 2015 سجلت عمليات الدفاع المدني 17900 حادث، تقريبا 9800 حريق و8200 حادث إنقاذ. هذا 2015 عمليات الدفاع المدني الميدانية خلال عام 2015. كان من بين هاي الحرائق على سبيل المثال 5000 حريق أشجار وأعشاب، هذا في فصل الصيف. في فصل الشتاء كان عندنا ما يعادل حريق ل 340 منزل من أصل 9000 طبعا. نعم، من أصل 9000 حريق تقريبا كان عندنا 340 حريق منزل. معظم أسباب هاي الحرائق كانت عبث الأطفال والإهمال. مباشرة العمليات المركزية بتزود العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بهاي البيانات، وبتتخذ قرار مدير عام الدفاع المدني لتقوية إنتاج فيديوهات، إرشادات، تطوير مثلا إدارة التدريب في طريقة تعليم الطلاب في المدارس، إنتاج فيديوهات لها علاقة بالتأثير المباشر في سلوك الطفل. ولكن يبقى مسألة مهمة يجب على كل مستمع أو كل مسؤول، لأنه كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الأطفال مسؤوليتهم مباشرة من ذويهم، باعتبار أن الطفل شخص فضولي بحب يتأكد من الأشياء. نعم صحيح. فأنت لازم يكون يعني كمسؤول عن هذا الطفل أو عن تربيته أو وجودك معه على مدار الساعة، حتى أنه أنت تراقب سلوكه اللي ممكن يضره أو ممكن يضر بالمنزل. تعرف، أنا بدي أعطيك مثال لقضية حدثت في الداخل الفلسطيني قبل حوالي 2 سنين. حريق بيت، وطبعا من النادر ما الحوادث تصير في الداخل لأنه الظروف الأمنية والسلامة المنزلية والمهنية عندهم مختلفة عنا بحكم الإمكانيات، وهذا الحكي معروف تماما. الحادث راح ضحيته 4 أطفال والأب والأم 6 دفعة واحدة. كان السبب أنه استخدموا شاحن لجهاز خلوي قديم. هذا الشاحن حمي بالليل، اشتعل، نزل على البلاستيك، يبدو كاين فوق جهاز التلفزيون، هذا طبعا بعد التحليل والتفتيش والتحقيق، وبالتالي سبب كارثة للبيت. من هذاك الوقت لليوم، حتى اليوم لسه في نشرات إرشادية عم تصدر للناس إنه اللي بيستخدم الشواحن القديمة للتليفونات ما يبات والشاحن محطوط جوا الإبريز بكل بساطة. المقصود الناس الأصل تعرف شو الخلل اللي صار مع الآخرين حتى تتوخى الحذر على قاعدة الكيس من اتعظ بغيره. وانت هون عم بتشير لقضية الإهمال، واللي بكل أسف والله موجودة في بعض الأسر، موجود قضية الإهمال، وهذا الشيء ما في شك. طلعت نعم، الحديث يذكر. يعني أنا بأكد لك على البعد الشخصي، من كثر ما بنشوف حوادث بصيرنا هوس في بيوتنا. لازم نطلع، يعني أطلع من البيت لازم أسكر جرس الغاز. نعم لازم أشيل كل الشواحن. صحيح. تبعة الإفسس والناموس لازم أشيلها. نعم. يعني بصيبك هوس، لأنه أنت بتشوف حوادث ناتجة على الراوتر الإنترنت، شغلات بسيطة جدا. نعم بالضبط. بتشوف مثلا حوادث، وأنا بأكد لك يعني في حادث مؤسف حصل في رام الله نتيجة تماس كهربائي في ضوء نيون. ساح هذا الشاحن نتيجة الحرارة وسقط على الطفل. أكثر من مرة أكدنا على إنه استخدام الأضواء النيون بالتحديد لازم يكون شخص حديد. البلاستيك فيه محولات داخله تحمل. أيضا مهم جدا إنه إحنا كمان نراسل هيئة المواصفات المقاييس حول الحوادث المتكررة اللي بتحصل من أجهزة كهربائية. هناك يعني عدم توافق ما بين نوع الكهرباء الموجودة في فلسطين ونوع هذه الأجهزة المستوردة. وكمان بالراسل شركة الكهرباء حول
هذه الأنواع من الأجهزة. ولكن هل هذا الحكي يمكن ترجمته في المدى القصير؟ بتطلب منا مجموعة احتياطات، بتطلب منا مجموعة انتباه لهذه المسائل، حتى انه احنا نكون شركاء في تقليل المخاطر. نعم. والحد منها، حتى لو كان في حوادث نكون احنا قادرين نتصرف. بكل تأكيد. ويعني إن شاء الله يكون لقاءنا اليوم أيضا في إطار التذكير، فذكر فإن الذكرى يعني تنفع الناس بكل تأكيد. يعني يا ريت يكون هذا التذكير دائما متواصلين فيه مع الأخوة، لأنه والله البلد لا تحتمل حوادث ومآسي. أرواحنا أولا، ممتلكاتنا، أبنائنا، بحاجة للإجراءات الأساسية البسيطة جدا، إجراءات أمنية بسيطة جدا ومتواضعة جدا، ممكن يتوفر علينا كوارث، مع إيماننا طبعا بالقضاء والقدر اللي بالأصل مبني على الأخذ بالأسباب. شكرا للرائد نائل العزة. تنقل تحياتنا لكل زملائنا في الدفاع المدني ونقول لهم يعطيكم العافية، وكمان سلامتهم بتهمنا لما بنزلوا على، يعني بتحكي عن 18,000 حادث في العام 2015، يعني ب 18,000 مهمة، ب 18,000 حالة خطر. بنقول لهم كل التحيات ونقول لهم يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير. شكرا يعطيك العافية.